شفت اللي حصل في السويس النهارده؟ ما شفتش؟ تعال. وفاة الشاب عبد الرحمن محمد بعد حادث السكوتر عند مسجد الاستقامة أمس. أعلنا من كام يوم عن 3 حالات غياب، النهارده ظهر منهم 2، الراجل الكبير والبنت. الحمد لله. انقلاب سيارة ملاكي بعد نفق الشهيد أحمد حمدي. حادث بطريق السخنة، عربية ملاكي دخلت في عربية مقطورة وفي 5 مصابين، 1 اتعالج في المكان و4 راحوا المجمع الطبي. وزي ما قلنا ترند الذهب لسه ما اتقفلش، اجتماع الصاغة دلوقتي في الغرفة التجارية مع الخواجة ألفي، والموضوع سخن جدا. لجنة الإشراف على المواقف تتخذ إجراءات للسيطرة على سائقي خط الأنصاري والجناين. أشيك ديليفري في السويس، أسطورة الدليفرية كلهم في السويس، شنودة، شاب 21 سنة طموح، وزي ما انتم شايفينه هسيب لكم رقمه في الكومنتات، وعامل عروض ب 20 جنيه في أي مكان. حي ال40 بقيادة اللواء عارف النهارده عامل شغل عظمة في المثلث والسادات، لجنة تفتيش على السلامة ووصلات المية والصرف الصحي. أما حي السويس النهارده بقيادة اللواء أركان حرب أحمد علاء الدين عامل شغل عظمة النهارده في الشوارع. في المحروسة كان في النهارده رفع كفاءة الإنارة وتغيير الكشافات التالفة، وكمان غلق وتأمين الأبواب وأعمدة الإنارة. القبضة الحكيمة هتعدي على كل أولادنا الطلاب الفترة الجاية، أولى ابتدائي وأولى إعدادي والمتخلفين عن المرحلتين، علشان تطعيم ضد التهاب السحايا. النهارده كان أول يوم في الحملة التنشيطية للسياحة بمحافظة السويس، تعالى السويس. بنناشد كل السادة المختصين، الصورة اللي قدام حضراتكم دي من مساكن الإيواء، المجاري ضربة هناك ومبهدلة الدنيا وهتعمل أمراض، والناس هناك مش عارفة تنزل من بيوتها. فياريت بالله عليكم بالله عليكم حلوا الموضوع.